إجازة العيد الوطني 52 شكلت فرصة سانحة لاستقطاب العديد من الزوار في حديقة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بعد أن عاشت الجماهير التي لم تستطع الذهاب إلى قطر لمتابعة منافسات كأس العالم أجواء هذه البطولة وكأنها في الدوحة، فقد جمع المكان عشاق هذه اللعبة وعائلاتهم في أجواء مونديالية وسط مجموعة من الفعاليات. التجاوب الكبير اللي حصلناه من الجمهور يعطينا دافع كبير للاستمرار، ومن حسن الطالع أنه تصادفت إجازة العيد الوطني مع إقامة المهرجان، والحمد لله احنا مثل ما شايفين الحين الأسر من كل الأعمار الحمد لله مستمتعين بالأجواء والاحتفالية اللي موجودة في المهرجان. احنا كجالية مغربية أكيد ما دام أنه احنا موجودين في عمان وهذه الأجواء الجميلة الرائعة في هذا المكان الجميل، احنا كجالية اخترنا هذا المكان، شفنا كثير من الأماكن لكن فضلنا احنا نأتي لهذا المكان نظرا لجمالية التنظيم على مستوى اللوجستيك، مستوى التنظيم، مستوى متوفر كل شيء للجاليات، بس مش فقط للجالية المغربية ولكن لكل الجاليات العربية من أجل تشجيع. خرافي، حلو وتنظيف وأمان وسكيورتي وما شاء الله they check everything وحلو والله. لازم قبل ما يخلص الورد كاب لازم تروحوا هنا وتشوفوا واحد من المباراة. والله حقيقة بدون مجاملة أنا جاي اليوم ما توقعت إنه المكان بهذه الروعة. لما وصلت في خيالي أنا كان إنه مجرد شاشات وجماعة جالسين، لما دخلت فاجأت بالمكان، مطاعم، ألعاب حل أطفال، شاشات من كل جانب، صراحة شيء رائع. الحمد لله وصلنا، الطريق الحمد لله حلو، الموقع ما يضيع، كان الإرشادات واللوحات كلها موجودة، والحمد لله الدخول أيضا سلس، مكان العوائل موجود ودورات المياه الحمد لله موجودة، وأيضا في أماكن نقدر نشتري منها أغراض لليهال ولا الأولاد، وفهد جاي بعد يشجع اليوم. الحمد لله ونشكركم على التنظيم الجميل والرائع هذا. هذه النسخة من المونديال ستبقى عالقة في أذهان هؤلاء الأطفال الذين تابعوا المونديال وعاشوا أجواءه عن قرب. ركن الأطفال ركن جدا جميل، والأطفال واجد يستمتعوا فيه، في ألوان وفي الأطفال حتى رسوم على الوجه، فصراحة المبادرة جدا طيبة من المنظمين الفعالية. لعبت كرة ولونت وأكلت آيس كريم. أنا أحب المكان واجد وجميل حلو، إنه الكل هيك إنه يتحمس مرة واحدة وإنه أتحمس وياهم وهيك. نجاح هذا التجمع يجب أن نتوقف عنده، فهناك أحداث رياضية كبيرة ننتظرها العام المقبل، وكلنا أمل أن تعزز الإيجابيات وتعالج السلبيات، ليبقى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض حاضناً لمثل هذه الفعاليات التي تحاكي البطولات الكبرى.